السلام عليكم. واحدة من أكتر المشاكل اللي بنسمع عنها اليومين دول، ويمكن أنت كمان حاسس بيها، إنك تبقى تعبان طول الوقت. مهما تنام بتصحى مرهق، مهما تحاول تركز تحس إن طاقتك مسحوبة منك. المفروض تدخل يومك بحماس وطاقة، لكن بدل كده بتقضي يومك كله كسل وخمول. الإحساس ده المفروض إنه بيجي لواحد عنده 60 70 سنة، مش شاب في العشرين. لكن دلوقتي شباب صغير عنده أحلام كبيرة بس ما عندوش طاقة عشان يبدأ. وأسوأ حاجة إنك تبدأ تفتكر إن ده طبيعي. صدقني أنا عشت المرحلة دي كتير جدا، وده خلاني أسأل نفسي سؤال مهم: ليه في ناس طول الوقت عندها طاقة وناس تانية عايشة كأنها مطفية حرفيا؟ ومن هنا بدأت أفهم. بعد تجارب وبحث كتير اكتشفت إن أكتر الحاجات اللي بتفرق فعلا هي نفس الحاجات البسيطة اللي كنا بنتجاهلها قبل كده: النوم والحركة والأكل. أنا عارف أول ما تسمع الكلام ده نفسك تقفل الفيديو، لأن غالبا سمعت النصايح دي 1000 مرة، وده بالظبط الغلط اللي كنت بعمله. كنت فاكر إن مجرد بنام شوية أو بلعب رياضة أنا كده بقيت تمام. فقعدت أدور بقى على حلول سحرية: يمكن عندي نقص فيتامينات، أو يمكن المشكلة في الحديد، أو يمكن محتاج مكملات غذائية. كنت بسيب الأساسيات وأجري ورا أي حل سريع. لكن لما رجعت للأساسيات وبدأت أظبطها صح، اكتشفت إن المشكلة كانت هناك من البداية، خصوصا النوم. أول تغيير حقيقي عملته إني بطلت أتعامل مع الكافيين بغباء. معظم الناس فاكرة إن الكافيين اشرب قهوتك بدري وخلاص، لكن الحقيقة أعقد من كده بكتير. الكافيين مش بيختفي بعد كام ساعة زي ما الناس فاكرة. الكافيين موجود جوه جسمك 5 أو 7 ساعات. يعني لو شربت قهوتك الساعة 4 العصر، فممكن جدا الساعة 11 بالليل يبقى لسه أثرها شغال جواك ويطول معاك للفجر. وده أسوأ وقت ممكن يحصل فيه كده، لأن دي الساعات اللي جسمك المفروض فيها يدخل أعمق مراحل النوم. النوم هنا المفروض إن هو اللي بيعالج جسمك ويرتب مخك ويخليك تصحى إنسان جديد. فأبسط تغيير فرق معايا فعلا كان مفيش كافيين بعد الظهر. خلصت. أنا بشرب قهوتي الصبح، وأحيانا كمان واحدة بعد كام ساعة، لكن بعد كده ما انصحكش. أوقات بحس بهبوط في الطاقة شوية، لكن على الأقل لما أنام بعرف أنام بجد. والفرق كان ملحوظ في اليوم اللي بعده. الحاجة التانية اللي غيرت كل حاجة إني بطلت أسرق النوم من نفسي. كلنا سمعنا جملة لازم تنام ال8 ساعات، لكن محدش كان بيقول إنك عشان تنام ال8 ساعات دول محتاج تقعد في السرير 9 أو 10 ساعات. أنا شخصيا باخد وقت عشان أنام، أوقات نص ساعة وأوقات أكتر. فلو عايز تصحى مرتاح لازم تدخل السرير بدري. وبصراحة الحركة الصغيرة دي فرقت جدا، لأن النوم مش مجرد راحة. النوم الجيد بيتراكم. كل ليلة بتنامها كويس بتصلح جزء من التعب اللي جواك، ومع الوقت تحس إن جسمك رجع يعيش من تاني. بعدها بدأت أهتم بحاجة أغلب الناس كانت بتستهين بيها: الساعة البيولوجية. زي ما بقولك كده، جسمك عنده نظام داخلي دقيق جدا، بيعرف امتى وقت النشاط وامتى وقت الهدوء والنوم. فاكر لما كنا بناكل بالليل متأخر؟ كان أهلنا زمان بيقولوا بلاش الأكل قبل النوم. وقتها كنا بنهزر ونقول هي المعدة عارفة احنا بالليل ولا النهار، والموضوع يعدي هزار. أصل الجسم ده من صنع الخالق، واللي بيقول في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. هنا يتجلى إبداع الخالق في جسم الإنسان كأعظم منظومة حيوية عرفها الوجود. وأكتر حاجة بتلخبط النظام ده الضوء، خصوصا ضوء الموبايل والشاشات. لما بتبص للشاشة قبل النوم مخك بيفتكر إن النهار لسه مخلص، فبيأخر إفراز الميلاتونين، الهرمون اللي بيساعدك إنك تنام. وعشان كده واحدة من أكتر الحاجات اللي فرقت معايا إني بطلت أقعد على الموبايل قبل النوم، خصوصا وأنا على السرير. والأول مرة من زمان بقيت أحس إن جسمي بيهدى طبيعي. ويا ريت لو تقدر تغير أوضتك شوية، ركب ستاير تمنع الضوء. رغم إن شكلها هيبقى كارثي شوية، لكن النتيجة
هتكون مرضية بالنسبة لك، نومك هيبقى أفضل بكتير، الشمس مش هتصحيك بدري ولا نومك هيبقى متقطع كل شوية. اتكلم بقى عن الحركة، في علاقة غريبة بين جسمك ونفسيتك، الطريقة اللي بتحرك بيها جسمك بتأثر على إحساسك بنفسك، حتى طريقة وقفتك بتفرق. مجرد إنك واقف بثقة ممكن يغير إحساسك بالكامل. وده خلاني أفهم حاجة مهمة جدا، الطاقة مش بتيجي من الراحة طول الوقت، أحيانا الطاقة بتيجي من الحركة نفسها. الناس بتفتكر إن الحركة بتتعبهم، لكن العكس هو اللي بيحصل، كل ما جسمك يتحرك أكتر كل ما طاقتك بتزيد. وكأن في قانون خفي بيقول الحاجة اللي بتستهلك طاقة هي نفسها اللي بتديك طاقة. أنا كنت بلعب رياضة لكن باقي يومي كله كان على الكرسي بسبب شغلي، مونتاج، كتابة، وقعدة بالساعات، ونمط الحياة ده كان بيسحب مني الطاقة واحدة واحدة. فعملت تغيير بسيط، بقيت أتحرك أكتر خلال اليوم، أنزل أتمشى بدل ما أقعد طول الوقت، حتى اشتريت مكتب واقف. ومع الوقت جسمي بدأ يحس إني شخص نشيط، وده انعكس على طاقتي بشكل واضح جدا. فلو بتقعد كتير قوم اتمشى كل شوية، امشي دقيقتين، اتحرك، شد جسمك، ما تديش لجسمك فرصة يتحول لتمثال. الفرق هيبان أسرع مما تتخيل. وبالنسبة للأكل مش هفتي كتير لأن كل جسم مختلف، لكن في قواعد ثابتة لأي إنسان. قلل الأكل المصنع، قلل السكر، واشرب مية كفاية. وخلي بالك مهما كان أكلك ممتاز ونومك بايظ وحركتك قليلة هتفضل تعبان. الموضوع كله عبارة عن توازن، نوم كويس، حركة، وأكل معقول. ومع الوقت هتحس إنك رجعت إنسان جديد، هتصحى وعندك طاقة، تشتغل بطاقة وتعيش بطاقة من غير إحساس المستمر إن الحياة تقيلة عليك. ولازم تفهم إن النوم ضرورة لعقلك ولجسمك ولحياتك كلها. صدقني الحاجات البسيطة دي بتفرق جدا مع أي حد. ولو لسه مش مشترك اشترك دلوقتي وفعل الجرس، لأن لسه في فيديوهات كتيرة جاية ومستواها هيكون أقوى بكتير.